واحد بيقول كتير من الناس لما بخش معاهم في حوار دين بيقولوا لي هات لنا آية واحدة أو جملة تثبت أن يسوع قال أنا هو الله اعبدوني لأني الله مخلصكم. عايز إثبات من العهد القديم إن موسى النبي وغيره من الأنبياء تنبأوا بمجيء السيد المسيح، عشان أنا ابتديت أهلوس. عايز أقول لصاحب السؤال وعايز أقول للناس كلها اللي بتبعت لي أسئلة، لما يجي في ذهنك سؤال ادخل على جوجل واكتب أسئلة فلان الفلاني إجابته على أسئلة في قناة الحرية، هيطلعوا لك كل الأسئلة اللي أنا جاوبت عليها. دور على السؤال بتاعك، لو وجدت الإجابة بتاعته نشكر الله، لو سمعتها وما اقتنعتش بيها ابعت لي السؤال، لو ما لقيتوش ابعت لي السؤال. أنا بقول كده ليه؟ لأن في ناس كتيرة السؤال ده بتاع النهاردة أنا هو الله اعبدوني جاني لغاية دلوقتي أكتر من 30-40 مرة، وجاوبته أكتر من 5-6 مرات، ومش صح أن أقعد أجاوب السؤال مرة واثنين وثلاثة واربعة. ولو أنت دخلت هتلاقي إجابة السؤال ده بالكامل، لكن علشان ما زعلكش وما ضايقكش أقول لك حاجات بسيطة بالاختصار. المسيح يسوع إما إنسان عادي، إما نبي نمرة 2، إما ابن الله 3، إما إنه هرطوقي. ما يطلعش حاجة من الأربعة دي. لما نيجي نسأل المسيح يسوع لما تقرأ الإنجيل إنسان عادي؟ هتقول لي لا، لأن الإنسان العادي ما يقدرش يعمل المعجزات اللي عملها المسيح. تقول لي طب نمرة 2، يبقى المسيح يسوع نبي. طب ارجع للأنبياء كلهم في كل الأديان، النبي لما يجي يتكلم يقول لك يقول الرب، قال الرب لموسى، قال الرب لهارون، قال الرب لإيليا ما لك ها هنا يا إيليا، قال الرب لداود، قال الرب لأليشع. حتى عند اخواتنا المسلمين يقول لك قال تعالى، يعني ربنا هو اللي قال والنبي اللي وصل. هات لي انت يا صاحب السؤال في الانجيل آية واحدة ان المسيح يقول لك قال الله او قال الرب، لكن تلاقي المسيح يسوع يقول لك اما انا فاقول لكم. انت اللي بتقول. طب امال الله فين؟ انا في الاب والاب فيا. بتقول لي هات لي من العهد القديم قوي قوي قوي. ارجع لسفر اشعياء اصحاح 7، تلاقي فيه بيقول لك ايه؟ هل عذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عمانوئيل. كلمة أرامية عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. الطفل اللي نزل عمانوئيل، الله معنا، يعني لما جه الطفل أصبح الله معانا. والملائكة قالت المجد لله في الأعالي، ونزل السلام على الأرض، السلام اللي هيصالحنا مع الآب. لو رحت الأشعية 9 شوف الآيات الجميلة، يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ده عن المسيح، ويدعى اسمه المسيح عجيبا مشيرا إلها قديرا. مين الإله القدير غير الله؟ يلي بتقول لي هات لي آية ولا كلمة ولا جملة. أبو الأبدية ورئيس السلام. ده في العهد القديم. والعهد القديم اليهود ما يؤمنوش بالمسيح إنه هو المسيح، ورغم كل ذلك الآيات دي عندهم ما يقدروش يلغوها. يعني اللي بيقولوا كده اللي ما بيؤمنوش بالمسيح اليهود، لكن يؤمنوا بالتوراة بتاعتهم، وما دام التوراة مكتوب فيها يبقى لازم يقروها. سليمان الحكيم لما يقول مين اللي قاس السماوات بشبره؟ مين اللي عمل وعمل وعمل؟
وفي الآخر يقول إيه؟ إن عرفتوا وإن عرفت اسم ابنه. قول لنا اسمه إيه وابنه اسمه إيه؟ المسيح ابن الله، يبقى هو الله. ابن الإنسان، أنت يا صاحب السؤال تعتبر ابن الإنسان وتعتبر أنت إنسان. ابن الإنسان إنسان، وابن الله هو الله الظاهر في الجسد. فعلشان كده ارجع للسؤال اللي أنا جاوبت عليه، وأنا على قد كده جاوبت لك، ودي مرة تانية للموضوع.